فإن المعرفة نسب وإن التقوى حسب وإن الزهد عز وإن الورع حرز وإن القناعة غنى وإن الطمع عنا وإن الفقر علم وإن العلم عمل وإن العمل إخلاص وإن الإخلاص فقه وإن الفقه فهم وإن الفهم عين وإن العين يقين وإن اليقين شهود وإن الشهود مشهود وإنه لا فقر لمن لا علم له ولا علم لمن لا عمل له ولا عمل لمن لا إخلاص له ولا إخلاص لمن لا فقه له ولا فقه لمن لا فهم له ولا فهم لمن لا عين له ولا عين لمن لا يقين له ولا يقين لمن لا شهود له ولا شهود لمن لا مشهود له فمن كملت له هذه الأخلاق فهو الشاهد الذي أقسم به الواحد. قال الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد في كتابه الحكم والفوائد والمنافع والمراشد والمكاتبات الإمام القطب الدعوة والإرشاد إلى قوله القطب والعبدال والأوتاد. هل القطب الغاث أو هو غير ومن هم العبدال والأوتاد؟ اعلم يا أخي أن في الباب أخبارا ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارا تسند إلى أولياء الله، وسأقتصر من ذلك على ذكر خبر وآثر وأطراف آخر. روى الجافعي رحمه الله في روضه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله في أرضه 300 قلوبهم على قلب آدم، و40 قلوبهم على قلب موسى، وله 7 قلوبهم على قلب إبراهيم، وله 5 قلوبهم على قلب جبريل، وله 3 قلوبهم على قلب ميكائيل، وله 1 قلبه على قلب إسرافيل. فإذا مات الواحد جعل الله مكانهم من 3، وإذا مات من 3 جعل الله مكانه من 5، وإذا مات من 5 جعل الله مكانه من 7، وإذا مات من 7 جعل الله مكانه من 40، وإذا مات من 40 جعل الله مكانه من 300، وإذا مات من 300 جعل الله مكانه من العامة بهم يرفع الله البلاء عن هذه الأمة. قال الإمام اليافعي: وهذا الواحد الذي على قلب إسرافيل هو القطب وهو الغوث، ومكانه من الأندياء بمنزلة النقطة من الدائرة التي هي مركزها، به يقع صلاح العالم. وعن الخضر عليهم السلام قال: 300 هم الأولياء، و70 هم النجباء، و40 هم أوتاد الأرض، و10 هم النقباء، و7 هم العرفاء، و3 هم المختارون، و1 هم الغوث. وعن الشيخ أحمد الرفائي أن الأوتاد 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من كلام شيخ الإسلام عبد الله الشاطري رضي الله تعالى عنه، وقال رضي الله عنه: كنتم خير أمة بواسطته صلى الله عليه وسلم تأمرون بالمعروف والناس لا يزالوا في غفلاتهم وبطلاتهم، لا أمروا بالمعروف ولا أتمروا به، ولا نهوا عن المنكر ولا انتهوا عنه. بلغتنا دعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الدين المحمدي الأحمدي على ألسنة العلماء ورثته صلى الله عليه وسلم: يا خير دين، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. والشريعة المطهرة بيضاء نقية ظاهرة ما عليها قتامة ولا غبار، وكل يسمع ويعرف، والمذكر يذكر، والداعي يدعو، ولكن شغلتنا أموالنا وأهلنا عما نحن بصدده. وجاءت سكرة الموت بالحق، بغينا فين من هذا الأمر شي فكه، أهوال عظيمة جم، ولو لم يكن إلا الموت وسكرات والقبر لكفى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء ويمسح بها وجهه وقد قربت وفاته، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، وأخذ الروح من شعرة واحدة أشد من كذا كذا ضربه بالسيف. ارحموا أنفسكم يا إخواني، ألا راحم نفسه، ألا ذاكر رمسه. متى دعتك إلى شهوة حالا باشرتها بها من حلال أو من حرام، إلى متى؟ كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
سيدنا محمد عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نظفه من الرجس والدران ومخالفين هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حاشها المحان وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هدية من افتتان فإن ترضى بالمقسوم عشته منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى
آخر الزمان آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah wa qira'ah Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi ala ma nawa sahib al-maulid wa mithla ma nawa aslafuna as-salihin inda qira'atil mawalid anna Allah yarzuqna al-futuh wal munu wal rusuh wa taubatan nasuh wa ala niyati anna Allah yaj'alna minal muqbilin والمقبولين برضا رب العالمين وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى نية أن الله يصلح النيات والمقاصد ويدخل نياتنا في نياتهم على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حمد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الأمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعلق معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنى تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته اليد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخابث آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه زلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دار الولي إذا ما مات عامرة لها من الحال أبواب وأركان، دار الولي إذا ما مات عامرة
لها من الحال أبواب وأركان كأنه حاضر فيها بهيئة يراه من فيه عرفان وإيمان عظم مساكنهم كرم منازلهم عظم مساكنهم كرم منازلهم فهم بها دائما والله سكان إن بعدوا منزلا يزهو برونقهم كأنهم فيه باتوا أينما كانوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله منهم في عصائبنا قوم لقافلة الأقطاب أعيان ماتوا بني وما ماتت مكارمهم ماتوا بني وما ماتت مكارمهم فهم لعمري لعين المجد إنسان قامت منابرهم في كل زاوية ومنهم بفؤاد الخصم نيران من كل فحل كبير القلب ذي مدد من كل فحل كبير القلب ذي مدد له على شأنه المخفي برهان يقوم والليل مرخاة كلاكله يقوم والليل مرخاة كلاكله يبكي اندهاشا وقلب الخب فرحان محجب عنده الأكوان فانية وقام منه على الأهواء سلطانه كأنما فرشت بسط الوجود به وأنما ملك الدنيا سليمان راقت موارده والوجد هيمه لله
والدمع منه الدهر هتان من عصبة مشرب المختار مشربهم دوما مع الله إن عزوا وإن هانوا قد عاهدوا الله عهدا لا انفكاك له ماتوا عليه وما ماتوا وما خانوا لهم بقية آل خلف إثريم ساروا على طورهم بل طورهم صانوا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة اليدي رات العالمين يا أويل الجود والكرم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرجي عطفتان رأت العالمين يا أويل الجود رامي أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري شبهوا بالأنجوم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عفتاي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وسفينة لنجاتي إذا خفت من طوفان كل آذى فانج فيها لا تكونوا كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود
الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ثم لا تغتر بالناس بي ولا تقنع بك أبي واتبع في الهدي خير نبي أحمد الهادي إلى السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعيدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ضاع لقلبه هذه الضرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذه السرات والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح وملاقاة أشرف البريات بروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهزار اليوم لغرات، وستضيء بجمال فاق بالحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر، ليس ينفد حيث أوتينا عطاء،
بالهاد المشفع بالقيامة للخلائق فلربي كل حمد الله جل يعصره العد الله إذا حبنا بوجوده مصطفى الهدي محمد الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا رسول الله لزيارة قصيدي الله نرتجي منك واهدينا نهجا سبيل نهجا سبيل كي به نسعد ونرشد ونرشد ألف صلى الله على زين الوجود ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب وارحمنا وانظر إلينا أين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
Yang tidak ada kepentingan harap di luar tempat penuh. Habis acara masuk lagi tak apa-apa. Kapan makan lagi? Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada beberapa anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Semuanya dengan nama yang bagus insyaallah. Pertama cucu saya yang baru lahir tadi malam. Alhamdulillah, cucu yaitu cicit daripada sahibul haul. Putri pertama untuk Sayyid Ahmad Hanif bin Umar Abdul Aziz, yang tadi malam lahir. Anaknya belum bisa dibawa ke sini, masih di rumah sakit Hamami. Namun mengambil keberkatan hari ini haul jid daripada jid bayi tersebut, maka kita resmikan namanya pada hari ini. Yang pertama Syarifah Maryam, Syarifah Zainab binti Ahmad Hanif bin Umar bin Syahab. Kemudian yang kedua Aisyah Hanunah binti Alwi Al-Kab. Dan yang ketiga Sayyid Husin Labib bin Naufal Al-Kab. Bin Naufal bin Alwi bin Ahmad Al-Kab. Dan yang ketiga Khadijah Al-Kubra binti Farhan Al-Habsyi. Dan selanjutnya Sayyid Syarifah Fatimatul Batul binti Nabil Az-Zagab. Kemudian Fatimah Arwah binti Hasan Az-Zagab. Dua-duanya cicit daripada sahibul haul, cucu daripada Al-Ustaz Umar bin Alwi Az-Zagab. Fatimah Arwah binti Hasan wa Muhammad bin Ahmad Al-Madhij. Ini juga cucu daripada Ustaz Umar bin Alwi Az-Zagab. Jadi cucu Ustaz Umar 3. Cucu Ustaz Umar bin Alwi Az-Zagab pada hari ini mengambil keberkatan daripada jidnya 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Selanjutnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Farhan Al-Habsyi dan Fauzi Balqis Fauziyah Putri Balqis Putri Balqis binti Muhammad bin Husain. Kemudian Syarifah Ruqayyah binti Muhammad Al-Baqir bin Ahmad Naufal, ini cucu Abuya Naufal. Cucu Abuya Naufal cicit juga. Alhamdulillah 5 daripada cicit Habib yang hari ini diresmikan namanya. Kemudian Fatimah Maryam binti Salim Al-Kab. Kemudian selanjutnya Nafisah Zaifah Syakira binti Muhammad Rais.
Putri Balqis bin Muhammad bin Husain, Zainab Munirah binti Zaki Al-Madhi. Nah, kemudian Syarifah Fatimah Musyirah binti Fadil Al-Kaf. Semoga anak-anak yang diresmikan namanya tadi akan menjadi anak yang saleh dan salehah, salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurrata ayun li Sayyidil Kaunain wa asyrafis saqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نطلب مع من طلب عسى نوافق قبول. نطلب مع من طلب عسى نوافق قبول. أين الجمال الذي نحجز عليها الحمول؟ وين الذي يفهمون أقوالنا ذي نقول بنثر عليهم من أذواقي جواهر ولول.
بدت لي أنوارها من سر طه الرسول مأخوذة من علي المرتضى والبتول شراب ممزوج يا محلى ذاك الشمول سر سرى بالتناسل في عيال الفحول يا قرة العين في ذا الحي نبغى النزول عسى مع الملتقى يحصل لنا كل سول في الفرع لابد يظهر سر تلك الأصول وين المفاتيح اللي نفتح بها للقفول أهوى لقاهم وهم في وسط قلبي حلول وحبهم قد سكن قلبي وحاشا يزول ومن عشق الطماء يسمع كلام العذول يتغانم الوقت من قبل الحوائل تحول نطلب معاه من طلب عسى نوافق قبول نوينا مثل ما نوى أسلافنا الصالحين عند تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهم من هذا الزواج ويسحب لهم اللطف والصحة والعافية ويرزق لهم الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة أناكه تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واجي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد ثبت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم 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 من كل ذنب عظيم من كل ذنب فإنه فإنه لا يغفر الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Syekh Fikri bin Ahmad bin Yahya uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Sayyid Syekh Fikri bin Ahmad bin Yahya zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Nafisah Hanun Al-Kab bimahar khamsamia alaf rupiah naqdan. Qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahr madhkur. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Ahmad Zaki bin Yahya Al-Kab, uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tahrihin bihsan. Ya Sayyid Ahmad Zaki bin Yahya Al-Kab, zawwatuka wa ankahtuka mahtubataka binta ahi Asyarifah Seho binti Ja'far Akba Al-Azina li tajwiziha wa nikahiha minka bin mahar Sami alab rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma alif bainahuma kama alifta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alifta baina Nabi Allah Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alifta baina al-Ali wa baina Fatimah az-Zahra wa alif bainahuma kama alifta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Qurra wa Aisha ar-Ridha wa ghairihima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبد المحتوي على المعنى الجدل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم فيكم من دار الأنصار في المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتجري في التوجهات الخاصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليك تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تأتي الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل آية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغ من شرف القلب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركت فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إننا أتبعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤملا وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وعم ببركته وشفقة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع أقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب
بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يا سبحانك الله وبحمدك يا سلام وهذا الحمد لله آمين. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli salatullah yukrimukum jami'an wa kullul wafidina bikulli suli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kami ucapkan bagi antum sekalian, para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tetamu daripada sahibul haul Al-Habib Da'i ilallah Al-Wali Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, wabil khusus tamu kita dari Hadramut Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Aidid, tamu kita dari Syria Al-Syekh Anas Abu Jaish. Begitu juga dengan para habaib kita, orang tua kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, orang tua kita Al-Habib Ali Al-Bin Hamid Al-Ustadz Syauqi Al-Kaf, Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segab, dan banyak lagi, Abuya Al-Habib Muhsin Al-Habsyi, Abuya Al-Habib Hamid Al-Habsyi, Abuya Al-Habib Muhammad Bagir bin Naufal Al-Kab, dan lain-lain yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah kami kepada mereka semua. Acara demi acara telah kita lalui, mulai dari tadi malam sampai pagi tadi dan sampai menjelang siang ini. Sekarang marilah kita mengikuti acara yang selanjutnya, yaitu manaqib daripada sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab,
yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Segaf, fa'alaihi falyatafaddal. Uzkurus salat 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nura wa salahan wa surura wa tarzuquni biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Berikut adalah sekelumit biografi atau manaqib daripada sahibul haul al-arif billah Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf. Nasab beliau adalah Al-Habib Al-Barakah Nuskhatus Salaf As-Salih As-Sayyid Al-Sharif Al-Jad Al-Allama Ahmad ibn Hamid ibn Alawi Al-Kaf Al-Mulaqab bi Yusrain. Ittasala nasabuhu ila Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Shahid ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ثم إلى سيدنا الإمام المهاجر أحمد ابن عيسى ابن الإمام محمد النجيب ابن الإمام علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الصبت الثاني الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. Kelahiran dan tumbuh kembang beliau radhiyallahu anhu dilahirkan pada kisaran tahun 1291 Hijriah di kota Pekalongan, Jawa Tengah, dari kedua orang tua yang saleh dan salehah. Ayahanda beliau bernama Al-Habib Hamid ibn Alawi Al-Kaf Yusran dan ibunda beliau adalah Syarifah Fatimah Al-Jufri. Al-Habib Ahmad ibn Hamid radhiyallahu anhu tumbuh di lingkungan yang kental dengan agama di bawah bimbingan Syekh Futuh beliau Al-Habib Ahmad ibn Abdullah bin Talib Al-Attas, Maspurah Pekalongan. Ia memiliki keakraban yang luar biasa terhadap gurunya tersebut, layaknya ikatan ayah dan anaknya. Tak jarang Al-Habib Ahmad ibn Hamid bersembunyi di bawah jubah beliau ketika sedang bermain bersama teman-teman semasa kecilnya. Dari situlah nilai-nilai spiritual dan ikatan erat dengan tradisi salaf pendahulunya begitu kokoh tertanam dalam jati diri beliau semenjak umur yang sangat dini. Perjalanan pendidikan beliau radhiyallahu anhu saat beliau menginjak umur 10 tahun, dampak pendidikan ruhani tersebut mendorong beliau lebih jauh lagi untuk mendalami agama Allah dan berinteraksi langsung dengan peninggalan salafus salih di tanah para wali Allah Hadramut. Sesampainya di sana, beliau belajar dari para ulama ternama di wilayahnya masing-masing. Beliau mengenyam pendidikannya di Rubat Sewun, pesantren pertama di Hadramut yang diasuh oleh Al-Habib Al-Qutub Ali ibn Muhammad Al-Habshi, sahib Maulid Simtud Durar. Beliau mengambil silsilah sanad keilmuan hadisnya dari Mahaguru Musnidul Wadi Al-Habib Idrus ibn Umar Al-Habshi, pengarang kitab Iqdul Yawagid di kota Gurfah. Beliau juga pergi ke kota Tarim untuk belajar dari Mufti Tarim Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Al-Habib Ahmad amatlah tangkas, cepat menangkap pelajaran dan bersungguh-sungguh beliau mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau pun berhasil menjadi sosok penghafal Al-Quran yang juga menguasai berbagai macam bidang keilmuan, baik itu dari ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqih, tasawuf dan lain-lainnya. Beliau juga sangat tertarik untuk menelaah karya-karya tasawuf karangan salafus saleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sosok guru-guru beliau di Hadramut yang belum disebutkan di manaqib yang singkat ini. Itu semua berkat taufik dari Allah serta antusias beliau dalam menuntut ilmu di Hadramut selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Al-Habib Ahmad pernah bercerita mengenang masa sulitnya menuntut ilmu di masa itu. Beliau berkata,
Dahulu ketika kami menuntut ilmu di Hadramut untuk sehari semalam, jatah makan kami terkadang tidak lebih dari 3 butir kurma saja. Setelah menghabiskan kurang lebih 1 dekade di negeri Hadramut pada tahun 1311 Hijriah, beliau memenuhi panggilan Allah untuk berangkat haji serta melepas rindu yang lama terpendam, berziarah kepada datuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana di kota suci Al-Haramain Asy-Syarifain, beliau meneruskan pengembaraan ilmunya dan membulatkan tekad kembali untuk berguru, mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tak pernah ada kata habis dalam urusan ilmu. Seolah beliau memegang teguh semboyan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Aku akan selalu bersama tinta dan penaku sampai aku disemayamkan di kuburan kelak. Di sana beliau berguru, mengambil sanad keilmuan dan hadis daripada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudara kandung sahibul maulid, As-Sayyid Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, Syekh Mahfud ibn Abdullah At-Tarmasi, Syekh Sa'id bin Muhammad Babasil, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan masih banyak lagi daftar nama-nama guru dan masyayikh beliau lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin. Perjuangan dakwah beliau setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali ke Nusantara, berjuang serta mendedikasikan jiwa dan raganya untuk berdakwah serta menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok ulama yang amat gemar mengajar serta mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seringkali berpergian ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banjarmasin, Palembang dan lain-lainnya. Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf sempat bermukim beberapa tahun di kota Banjarmasin, dan dari sana beliau beberapa kali mengirim surat kepada gurunya Al-Habib Ahmad ibn Talib Al-Attas, menceritakan perihal kegiatan dakwanya, juga meminta bimbingan, nasihat serta doa darinya. Sampai pada akhir tahun 1339 Hijriah, beliau mendapat panggilan untuk mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau pun memenuhi panggilan tersebut serta mengajar di sana kurang lebih selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1343 Hijriah, tanda-tanda kewalian beliau mulai tampak. Beliau kembali ke kampung halamannya Pekalongan, kemudian memutuskan untuk tinggal di kota Palembang Darussalam. Termasuk daripada murid tersohor yang menimba ilmu dari beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Palembang, Al-Habib Syekhan bin Abi Bakar Gutmir Al-Kaf Cipayung, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta, dan masih banyak lagi murid lainnya serta orang-orang yang mengambil manfaat dari dakwah serta kajian ilmu yang beliau sebarkan. Akhlak dan mujahadah beliau radhiyallahu anhu merupakan sosok yang sangat tegas. Ibarat air yang ketika tenang membuat sejuk, namun membuat kuli melepuh jika sudah dipanaskan. Meskipun begitu, beliau adalah sosok penyayang yang sangat cepat memaafkan dan begitu rendah hati. Tak jarang beliau disapa dengan panggilan Ammi Ahmad, yang menandakan kedekatan emosional antara beliau dengan orang sekitarnya. Al-Habib Ahmad adalah sosok mulia, ahli ibadah dan orang zuhud, mencintai khumul atau tidak senang terhadap ketenaran di dunia. Beliau sangatlah pendiam, hanya berbicara seperlunya saja. Sangat jarang tertawa, tawa beliau hanya sebatas senyuman sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kakeknya beliau. Dikisahkan bahwasanya ibunda dari Al-Habib Syauqi bin Syekhan Gutmir di suatu hari tengah mendengarkan radio lagu gambus. Tak lama kemudian Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf masuk. Maka Hubabah pun mengajaknya untuk mendengarkan radio bersama, namun Al-Habib Ahmad menolak. Hubabah lantas bertanya, apakah engkau tidak menyukai gambus? Tidak, jawab Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf singkat. Hubabah pun kembali bertanya, mengapa engkau tidak menyukainya? Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf menjawab, bagaimana aku dapat senang mendengarkan gambus dan tertawa-tawa, sementara aku belum tahu pasti akan 4 perihal yang sangat membuatku khawatir, yaitu sakratul maut, pertanyaan malaikat di alam kubur,
menyeberangi jembatan sirat serta timbangan kebaikan dan keburukan. Apabila aku telah mengetahui keadaanku kelak dengan pasti, maka aku baru bisa tenang dan akan duduk tertawa bersama kalian. Ma'asyiral hadirin, beliau merupakan sosok alim yang sederhana dalam gaya hidup dan berpakaiannya. Sangat istiqamah serta gemar mengulurkan tangan membantu orang-orang fakir serta yang membutuhkan. Beliau bukanlah seorang kaya raya yang memiliki harta duniawi yang melimpah, namun seringkali beliau mendatangi rumah-rumah orang kaya untuk mengambil bantuan yang kemudian beliau bagikan kepada fakir dan miskin di berbagai tempat. Adapun mujahadah beliau sangatlah banyak. Di antaranya dalam sehari semalam beliau rutin membaca 1/7 Al-Quran sebagaimana itu merupakan kebiasaan salaf, juga membaca 100.000 kali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki untayan salawat khusus yang sering beliau dawamkan, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nura wa salahan wa surura wa tarzuqni biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Karamah beliau, karamah adalah tanda cinta Allah terhadap hambanya, tidak melulu tentang keajaiban, sehingga karamah terbesar beliau adalah keistiqomahan yang dikatakan lebih utama dari ribuan karamah. Meskipun begitu, banyak sekali karamah keajaiban yang Allah tunjukkan di tangan beliau yang telah disaksikan banyak kalangan pada zamannya. Entah itu menyembuhkan orang sakit, mengkasyaf, memberitahu ungkapan hati yang belum pernah tersebar, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah karamah, dan karamah ini diceritakan oleh almarhum Al-Habib Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf, bahwasanya terdapat seorang sayyid di Palembang yang memiliki anak yang tengah sakit. Ia telah berikhtiar untuk mengobati anaknya kemana-mana tanpa membuahkan hasil. Lalu ia pun berziarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segab sahib Gersik untuk meminta doa kesembuhan anaknya tersebut. Sesampainya di sana, Al-Habib Abu Bakar justru memberikan isyarat dan mengatakan padanya bahwa anaknya hanya bisa disembuhkan oleh Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf, orang yang selama ini ia kenal. Ia pun begitu senang mendengarkan isyarat itu dan baru yakin akan kewalian Al-Habib Ahmad. Sepulangnya dari Gresik, ia langsung mendatangi kediaman Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf, namun takdir Allah berkata lain. Allah telah memanggil beliau ke haribaannya dan beliau telah meninggal dunia. Wafat beliau, Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf, meninggal di Palembang pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1375 Hijriyah dan dikebumikan di komplek pemakaman para asyraf Gubbah Al-Kaf 14 Ulu. Diceritakan bahwa beberapa hari setelah wafatnya beliau, banyak berdatangan fakir dan miskin serta para janda yang menangisi kepergian beliau, mengingat banyaknya kiprah dan ulur tangan beliau membantu kehidupan mereka semasa hidupnya. Beliau menikah dengan Hubabah Aminah binti Salim Al-Kaf dan meninggalkan 4 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Mereka adalah Al-Habib Hamid Nawir, Al-Habib Muhammad Hadi, Al-Habib Al-Jad Abdullah Burhan, ayahanda almarhum Al-Habib Naufal Al-Kaf, pendiri pondok pesantren Darul Habib Sukabumi, Al-Habib Ali Mahdi, Al-Hubabah Khadijah Anwar. Itulah sekelumit manaqib beliau yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat mendorong diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi yang mengingat jasa para pendahulu serta mengabadikannya dalam qalbu dan amal perbuatan. Telah dikatakan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutnya orang-orang saleh, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Al-Imam Al-Ghazali mengutip perkataan ini serta beliau mentafsirkan ar-rahmah yang turun ketika disebutkannya orang-orang saleh di suatu majlis. Beliau mengatakan bahwasanya ar-rahmah yang turun ketika disebutkan orang-orang saleh di majlis adalah inbi'atsur raghbah minal qalbi.
wa harakatul hirs 'alal iqtida'i bihim wal istinkaf amma huwa mulabisun lahu minal gusuri wat tagsir, ialah imbi'ath, terpancarnya keinginan dari hati dan semangat untuk mengikuti mereka dan enggan untuk melakukan apa yang telah dia lakukan daripada kemaksiatan, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah arti daripada ar-rahmah yang turun ketika disebutnya orang-orang soleh, sehingga dengan ada inbi'ath, raghbah tersebut, keinginan untuk mengikuti mereka, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan sehingga itu akan menjadi sebab, salah satu sebab dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan, yang bisa Al-Faqir bacakan daripada manaqib sahibul haul. Lebih kurangnya mohon maaf. Hakadha minni wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembacaan manaqib tadi memberikan keberkahan untuk kita, rahmat dari Allah Ta'ala bibarakati sahibul haul. Kemudian marilah kita pasang telinga kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan mau'izatul hasanah yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustadz Bagir bin Yahya Al-Kab. Fa'alaihi falyatafaddal. Udhkurus salata 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita untuk terus berpegang kepada persatuan, untuk terus selalu berkumpul dan melazimi jamaah, di mana dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan yadullahi ma'al jamaah. Dan di dalam sabda yang lain beliau menyampaikan alaikum bil jamaah. Dan jika kita melihat di dalam solat 5 waktu, pada saat kita berkumpul untuk melaksanakan solat 5 waktu dan kita mendapatkan fadilah yang tidak kita dapatkan ketika kita solat sendirian di rumah kita, di mana dinyatakan apabila seseorang solat berjamaah maka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu akan melihat kepada imam, dan apabila imam tersebut adalah orang yang pantas amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh jamaah diterima amalannya karena si imam. Dan kemudian apabila si imam ternyata orang yang tidak pantas amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada makmum ada orang yang pantas amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkat satu makmum ini jamaah semuanya diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Dan apabila di dalam perkumpulan tersebut, di dalam jamaah tersebut, makmumnya tidak ada yang pantas amalnya diangkat oleh Allah salatnya, begitu juga imamnya, artinya imamnya lalai, makmumnya juga lalai, salat tidak khusyuk, makmum dan imamnya sama, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menerima amalan salat berjamaah mereka karena perkumpulan mereka. Dari sini kita belajar banyak bahwa berkumpul ini membawa manfaat. Meskipun ada yang tertidur, ada yang mengantuk, ada yang menahan lapar, sisa waktu yang tersisa ini, nah mulai ada berdehem-dehem, dikit lagi panjang dikit, amin, jadi ngisyarat kan nyuruh habis. Pada saat kita berkumpul di tempat yang di situ dibacakan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, apapun nama perkumpulannya, mau haul, maulid Nabi, perkumpulan Isra dan Mi'raj, perkumpulan nuzulul Quran,
perkumpulan pernikahan, khitanan yang di dalamnya disebutkan zikir, di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka itu semua kata para ulama kita wasail, perantara untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang duduk di tempat tersebut insya Allah tidak akan pulang sia-sia. Semuanya akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama bagaimana sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf di dalam biodata dan managib beliau dimulai dengan menuntut ilmu, dan inilah yang diajarkan oleh para salaf kita. Dan sedikit saya ingin tambahkan bahwa beliau termasuk orang yang mutqin fi hifdzil Quran, dan beliau juga termasuk orang yang menguasai qiraah asyrah. Dan ini saya dapatkan dari akhina Al-Karim Al-Habib Ali bin Alwi Al-Kaf di dalam beberapa catatan sejarah beliau. Dan ini menunjukkan perhatian mereka para ulama kita dengan Al-Quranul Karim. Bukan cuma hafal, karena seseorang ingin menguasai qiraah 10, dia harus hafal terlebih dahulu. Dia harus hafal terlebih dahulu, baru kemudian dia kembangkan menjadi qiraah yang 10, baru dia kuasai qiraah yang lainnya. Kalau dia tidak hafal Al-Quran, dia tidak akan bisa menguasai qiraah yang lainnya. Perhatian mereka bukan saja membaca, kalau bacaan itu sudah mereka anggap suatu kewajiban. Dan maaf kita sekarang kadang-kadang ketika terlambat si imam, kadang-kadang kita bingung mau menjadikan siapa imam, karena banyak dari kita yang makhraj hurufnya masih belum pantas untuk dijadikan imam, sehingga ketika sudah ada iqamah dorong-dorong, mulailah kau baik. Dan ini harus kita kembalikan bagaimana mereka para salafus soleh memperhatikan Al-Quran, dan karena mereka tahu kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat ketika engkau dekat dengan Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan ukuran standar kecintaan Allah kepadamu dilihat bagaimana kecintaanmu terhadap Al-Quran. Allah sudah memberikan satu standar, satu garis yang kita bisa melihat dengannya bagaimana kecintaan Allah terhadap kita, kecintaan baginda Rasulullah terhadap kita, dengan bagaimana kita memposisikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini sedikit agak keluar dari tadi pembahasan, tapi ada satu nasihat penting dari Imam Asy-Syafi'i yang kalau kita lihat ada 5 perkara kata beliau, dan 5-limanya kita dapatkan pada Sahibul Haul. Yang pertama kata Imam Syafi'i, khairud dunya wal akhirah fi khamsi khisal. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada di 5 perkara. Yang pertama beliau menyebutkan bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu terdapat pada ghina an-nafs. Ketika diri kita ada qanaah, ketika diri kita merasa ada kecukupan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa puas, selalu merasa ridho dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang ini kecil atau besar, tapi dia melihat siapa yang memberikan ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ini. Kecil dan besarnya dia tidak lihat, tapi yang memberikan adalah yang maha besar. Sehingga dengan ghina an-nafs, kita lihat tadi Sahibul Haul bagaimana beliau di akhir hayatnya setelah beliau meninggal dunia didatangi oleh orang-orang yang ternyata selama ini dibantu mendapatkan uluran tangan dari Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Dan pertama-tama sebelum beliau dapat memberikan daripada uluran tangan tersebut, beliaunya dulu harus kaya hatinya. Harus kaya hatinya, sehingga ketika hatinya kaya maka akan mudah melakukan hal-hal yang sulit bagi orang lain. Mendermakan harta itu berat. Di mana tertera di dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau kita mulai nak bersedekah, ada baik setan datang. Kaget dulu. Hajat kau belum terpenuhi di rumah ini. Masih ada ini. Padahal kadang-kadang hidup kita sudah cukup, anak kita sudah makan, sudah kenyang semua sudah. Tapi kalau mau bersedekah, maka setan akan membuka 70 pintu agar kita gagal untuk mengeluarkan dan mendermakan harta kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla.
Yang pertama kata Imam Syafi'i harus ada ghina an-nafas. Kemudian yang kedua beliau katakan kasbul halal. Kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, mereka ahli ibadah. Ketika dikumandangkan adzan, semua berbondong-bondong meninggalkan semua pekerjaan mereka. Yang dari kebunnya langsung sholat berjamaah. Kemudian yang punya dagangannya dia tutup dagangannya, dia langsung menuju ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka berniaga, mereka berbisnis, mereka punya kebun, mereka memiliki perniagaan. Dan itu tidak menghalangi mereka dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini alhamdulillah kebiasaan para habaib dari dulu, walaupun mereka berdakwah, mereka akan tetap mencari rezeki yang halal agar supaya mereka dapat menjaga harga diri dan kehormatan mereka di mata manusia. Kasbul halal sangat penting untuk kita menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan anak dan keluarga kita dengan memberikan mereka nafkah-nafkah yang halal. Dan kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, ini masih ada 3. Orang muslim yang hakiki, yang sejati itu kata Nabi adalah yang orang lain tidak terganggu dengan lisannya, tidak terganggu dengan tangannya kata Nabi. Dan ini yang harus kita lakukan. Banyak dari kita bertetangga dan tetangganya selalu terganggu dengan dirinya, yang seharusnya kita berperilaku baik dengan tetangga kita. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Banyak dari kita yang masih belum menunaikan, memenuhi hak-hak tetangga kita. Begitu juga manusia-manusia yang lain. Husnudzan dengan manusia-manusia yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang kita setiap hari bertemu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada an yaqdiyallahu lahu bil khairi falyuhsinidzan bin nas. Orang yang ingin urusannya dimudahkan Allah, dapat kebaikan, dapat kemudahan segala urusannya, banyak-banyak prasangka baik dengan orang lain. Banyak-banyak prasangka baik. Tidak datang keburukan kecuali dari buruk sangka kita terhadap orang dan buruk sangka kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, libasut taqwa. Dan ini yang sangat penting, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga, bertakwa kepada Allah di dalam perniagaan kita. Kita bertetangga, bertakwa kepada Allah di dalam tetanggamu. Kita melakukan apapun, maka jadikan takwa itu sebagai standar dan prinsip hidupmu. Karena kalau sudah peganganmu takwa, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada seorang sahabat dikisahkan, ini ayat turun kepada Auf bin Malik al-Ashja'i. Pada saat itu beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku ditawan oleh musuh ya Rasulullah, diikat dengan ikatan yang sulit sekali dia akan lepas. Kemudian ya Rasulullah, semenjak anak aku ini tertawan, aku sulit untuk hidup. Sekarang aku jatuh miskin ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Ittaqillah wasbir wa akthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dulu kata Nabi. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kemudian sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata baginda Rasulullah, bertakwa kepada Allah, kemudian bersabar dan perbanyak serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah, tiba-tiba anaknya yang tadi tertawan diikat dengan ikatan yang sangat kuat, terbuka ikatannya. Dan kemudian di jalan, dia melalui jalan di tempat di mana dia ditawan oleh para musuh-musuhnya. Di jalan dia melihat ada gerombolan onta dan kambing-kambing punya musuhnya. Dikatakan sampai ribuan. Sekalian dia balik, digandengnya kalau ini kambing-kambing sama unta itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita ketakwaan adalah kunci kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Masih sikok lagi ini. Terus ke terakhir ini. Ana juga lupa apa nih yang sikok ini terakhir ini. Yang terakhir athiqah billah. Punya keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah billah. Kita kan ada seorang fakir. Ini terakhir sudah. Gailah nyanga galau lapar ini lain bawaan.
Thiqah billah, yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, di mana ada seorang fakir. Tiap tahun dia rutin datang ke rumah saudagar, dan saudagar ini memberinya hadiah. Setiap tahun dia bawa hadiah yang mencukupi untuk orang ini selama 1 tahun. Seperti biasa, satu hari dia datang ke rumah saudagar ini meminta jatahnya tahun ini. Subhanallah, istrinya keluar, dia katakan bahwa si fulan saudagar itu sedang tidur. Kemudian dia langsung berpikir, orang ini sedang tidur, hajatku ini tidak bisa diundurkan. Demi Allah, aku akan mengadukan hal ini kepada Zat yang tidak pernah tertidur dan tidak mungkin akan tidur. Kemana dia pergi? Baitullah. Maka dia pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke masjidnya Allah, dia sholat, kemudian dia adukan hal-hal yang dia inginkan kepada saudagar tersebut. Setelah dia adukan, tidak lama saudagar ini datang, menghampiri orang ini dan mengatakan, wahai orang miskin, aku datang membawa setengah daripada hartaku. Aku datang membawa setengah dari hartaku. Dan ini setengah daripada hartaku, ambillah untukmu. Kemudian dia bertanya, mengapa engkau menyerahkan setengah dari hartamu, sedangkan tadi pada saat aku datang, engkau dalam keadaan tertidur? Dia bilang, engkau datang mengadukan kepada Zat yang Maha Kaya. Aku takut ketika engkau sudah mengadukan hal ini kepada Zat yang Maha Kaya, kekayaanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia serahkan kekayaannya kepada orang ini, dan dia mengatakan, sungguh kalau aku tahu dari dulu seperti ini, aku tidak datang ke rumahmu tiap tahun. Aku cukup mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah billah, keyakinan yang tinggi kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Sahibul Haul dan mendapatkan setelah kita pulang dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit dari kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan niat-niat baik kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita semuanya dan hajat-hajat orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari amalan kita dari pagi sampai saat ini, dari burdah dan semua yang kita baca, pahalanya juga dialirkan kepada Sahibul Haul dan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara ini akan ditutup dengan pembacaan tahlil singkat dan talqin zikir dan doa yang akan kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Namun sebelum itu kita dengarkan sedikit kalimatut tarhib daripada guru kita Al-Habib Bagir bin Abdullah bin Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf, alaihi falyatafaddal. Udhkurus shalah 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad al-qail man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. In qultu syukran fa syukri lan yuwaffikum haqqan sa'aitum fa kana sa'yu mashkura. In jaffa habri 'anit ta'bir yaktubukum qalbun bihi safa'ul hubbi ta'bira. Berdirinya saya di sini mewakilkan keluarga besar Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada hadirin semua, khususnya para habaib, para sesepuh, para asatidz, para hadirin, para hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas jasa kalian, dan mudah-mudahan semua langkah yang kalian langkahkan kepada tempat yang penuh berkah ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, dan mudah-mudahan semua niat-niat yang kita niatkan untuk menghadirkan di tempat yang penuh barakah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
قرة عين لسيد الكونين كما قال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين waj'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk walad saleh yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya aw waladin saleh yad'u lah. Dan tidak lupa kami keluarga besar mengucapkan dan meminta maaf kepada antum semua para hadirin, maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam sambutan, dalam hidangan, dalam semuanya. Dan kami meminta pintu maaf dibukakan yang sebesar-besarnya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa lillahi wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah al-fatihah wa tahlil wa tasbih wa salatu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhdi thawaba ila hadrati sayyidina حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى رواه آباء إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين جميع بلاد الصالحين ثم إلى سلم الحج اللهم بن عيسى وابن عبد الله اسمه ابن الشهداء الأعظم سلم ذكر المقدم الحبيب محمد بن علي بآله وسلم وابراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن شقاب ثم إلى رواه جميع الأنبياء المكان من شركة إلى مغربها ثم إلى أرواح من ذكر محمد ذكر الجزيل والجدول والحمد بالله من آل أبي علوي علماء والأولياء خصوصا من اجتمعنا ها هنا بسببه الحبيب العرب بالله الولي الحبيب أحمد بن حامد الكاب وزوجته وأولاده وبناته وأحفاده وأصباته وذريته وجميع مشايخه وأساتذته وأصحابه وجميع تلاميذه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته والدينا والدهم خاصة أمة المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة الكرسي وثلاثة من قول الله واحد والموت إلى رحمة اجتمعنا هنا بسببه المرحم تحمل القيوم الحبيب الداعي إلى الله الولي أحمد بن حمي الكاب وسلم وفريه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. فك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تكثر عظاما عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل وما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وفي هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي آثابها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسول المحجر محمد بن عيسى وابنه أبي جلال وفرم الأستاذ الأعظم سيد الفقه المقدم الحبيب محمد بن علي بعد وفرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن المسقاب ثم إلى أرواح جميع الأنبياء الذين مكانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح المتقدم من هذه المنطقة الجزيرة البلاد من الأنبياء من العلماء والأولياء الصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روحه لمن اجتمعنا هنا بسببه المرحوم برحمة القيوم الحبيب الداعي إلى الله الولي الحبيب أحمد بن حامد الكاب وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعندك لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكورنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من احييتهم منا فاحيه على الاسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. لا أموت على الله إلا من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وعلى الله واستغفر الله والصلاة والسلام. الفاتحة بنت الشفاء والصحة واللطف والعافية
للشريفة عاتكة بنت حامد الكاب وللسيد لطفي بن علوي قطمير كذلك محمد بن نوح الحداد و ياتي كادوسمان بن تريسنو وأخينا بالله محمد نذار بن أستاذ أحمد بن محسن بن أحمد الكاب وكذلك زبيدة بنت عبد الله بن شهاب أن الله ولمن أوصانا بشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعد سقما على هذه وكن صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها والآل والصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.